ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا، بقالي فتره ما بنزلش فيديوهات. وحشتوني جدا والله العظيم. واللي اول مره يشوفني اشترك في القناه، فعل زر الجرس يضغط على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. حطوا لايك يا جماعه مش تخسروا اي حاجه لو حطيتوا اللايك. طبعا النهارده جبت لكم كده حبه حاجات صغيرين كده على الماشي، اللي حابب بقى ياخد فكره عنها، عرايس بقى بتجهز او ست بيت، حبه كده صغيرين كنت جايباهم كده في السريع. كنت مشغوله فايه ما بقدرش اصور الشغل كله، فحبيت كده اجيب لكم الحاجات دياتي. وبشكر كل الناس اللي دخلت عندي جديد في القناه، شرفتوني ونورتوني، يا رب اكون عند حسن ظنكم. وفي برضو خبر حلو حابه اقوله لكم، بس يا رب ما كسلش فيه، يعني يا رب ما كسلش فيه. باذن الله باذن الله باذن الله ربنا ما يجيبش اي تاخير يا رب، ولا كسل ولا يجيب اي عطل. هيكون عندي شحن محافظات، واحط لكم اللينك بتاع الجروب بتاعي، هحطه لكم تحت في التعليقات. ادخلوا على الجروب يا بنات وشوفوا الاسعار. انا عملت كده والله حبا في، يعني ان انتوا كنتوا فرحانين بالاسعار ومش مصدقين ان الاسعار دي موجوده، وكله فرحان بالاسعار وكله عايز يطلب. وعيله التعليقات جايه لي عايزين نطلب عايزين نطلب، نجيب منين، نتواصل معاكي ازاي، عايزين احنا في محافظات، التعليقات كلها كده. فانا ان شاء الله باذن الله اعمل لكم شحن محافظات وهحط لكم اللينك تحت في التعليقات. ويلا بينا نشوف الحاجات دي واسعارها عامله ازاي. هنا بقى الخلاط اللي معانا ده، شايفين خلاط حلو جدا وجميل. زي ما انتم شايفين كده الخلاط الشفشق بتاعه، ومعاه كبه كمان اللي هي مطحنه كمان. طبعا خامته حلوه وسعره تحفه جدا. سعره عامل 1000 جنيه يا جماعه، الخلاط ده سعره عامل 1000 جنيه. ندخل بقى هنا كده على المضرب ده، مضرب النسكافيه، هو حلو جدا وبشاحن كمان كده، توصليه كده بالكهرباء. هو تحفه بصراحه، حلو جدا واللون بتاعه جميل، شايفين لونه عامل ازاي؟ تحفه جدا وجميل جدا برضو. وده سعره يا بنات عامل 180 جنيه، المضرب ده سعره عامل 180 جنيه. بس هو شكله جميل والله العظيم. طبعا وبقول لكم انتوا اللي شجعتوني ان انا افكر في موضوع الشحن المحافظات ده، وهحاول ان شاء الله ان انا اعمله. وبصراحه لقيت كل التعليقات جايالي عايزين نتواصل معاكي، عايزين نعرف الحاجات دي نجيبها منين. فان شاء الله ادعوا لي، يعني ادعوا لي ان شاء الله في الخطوه دي باذن الله ان انا اعملها معاكم. هنا كده ده البراد التركي زي ما انتم شايفين كده، خامته تحفة جدا طبعا. وهو يعني هو الشكل بيتكلم عن نفسه، شايفين الشكل عامل ازاي؟ شايفين الجمال عامل ازاي؟ ده بقى البراد حاجه كده تحفه جدا، وخامته تركي هي يا بنات، والكرتونه بتاعته. طبعا انا مش كل اللي بيشوف الفيديو ان هو هياخد مني، انا بجيب لكم الفيديو ان انتوا تستفادوا. لان انا الاول طبعا انا ما بشتغلش محافظات ابدا، انا شغلي على قد كده، جيراني صحابي اللي حواليا اهلي فقط لا غير. بس انا فكرت في الموضوع ده عشان انتوا حبيتوا كده، فهنا يعني انا بنزل لكم الفيديو بقول لكم خدوا سكرينات للحاجه وهاتوها لو عجبتكم، بس مش اكتر. بس فكرت في موضوع الشحن عشان خاطركم. شايفين البراد هنا شكله عامل ازاي؟ ندخل بقى هنا كده على الغلاي ده، جميل جدا برضو. وطبعا يا بنات قبل ما ندخل على الغلاي، سعر البراد اللي انتوا شفتوه من شويه عامل 440 جنيه، 440 جنيه. والاسعار دي مش هتلاقوها عند اي حد غير عندي انا فقط. الاسعار دي وانتوا طبعا عارفين كده كويس، وكل اللي كتب لي في التعليقات عارف الاسعار. يعني هو كان انتوا كنتوا مستغربين يعني. انتوا مش عارفه، انتوا كنتوا مصدومين في الاسعار، مش عارفه ليه بصراحه. هنا بقى شايفين الجمال، شايفين الشكل عامل ازاي؟ طبعا يا بنات خدوا سكرينات، لو جنبكم محلات بتبيع هاتوا منها وخدوا سكرينات. وبصراحه دي والله ده تركي وخامته حلوه جدا. وده سعره عامل يا بنات عامل 580 جنيه، سعره عامل 580 جنيه. بس حاجه كده تحفه التحف بصراحه. شايفين الجمال عامل ازاي؟ بصوا الشكل. وطقم الصواني التحفه ده بصراحه كنت مصوراه معاكم برضو في فيديو قبل كده ونزلت لكم. بس من جماله بصراحه بيطلب، يعني من جماله الطلب تاني، ومطلوب برضو منه تاني كتير وهجيبه ان شاء الله. فهو من جماله مطلوب بصراحه، خامته حلوه جدا والشكل تحفه جدا، وسعره كمان يجنن بصراحه. شايفين عامل ازاي؟ تحفه جدا بصراحه. طبعا والاسعار باختلاف الاماكن، يعني الاسعار ممكن تلاقوا في كل مكان الاسعار تختلف عن التانية. يعني طقم الصنع ده ممكن تجيبوه في حدود 380، لو حد مكانكم او 370 في الحدود دي. وطبعا طبق الفاكهة الجامد ده، شايفين الجمال؟ شايفين حلو ازاي؟ ده برضو 140 جنيه يا جماعة. ممكن لو يعني لو تجار جملة قوي ممكن تجيبوه ب130، بس هو بيتباع ب140، فيعني على حسب، يعني على حسب 330 340 على حسب المكان اللي انتوا بتجيبوا منه. هنا طبعا طقم الكوبايات الجامد ده الاستانلس، برضو صورت معاكم قبل كده بس جبته لزباين تاني فحبيت ان انا اوريهولكوا. ده عامل 140 جنيه، ده عامل 140 جنيه.
طبعا ولو عايزين تعرفوا اماكن تجيبوا منها باسعار حلوه جدا وباسعار تحفه جدا، خاصه لو هتجيبي يعني كميه او عايزه شغل حلو او عايزه اسعار حلوه، روحوا يا جماعه للناس اللي بتبيع جمله، روحوا للناس اللي بتبيع جمله، هتاخدوا منهم اسعار حلوه، يعني بصراحه هتاخدوا منهم اسعار حلوه. شايفين حلو جدا طعم الكوبايات ده. اي نعم في ناس سألتني عليه في التعليقات خامته تقيلة ولا خفيفة، فهو خامته يعني خفيفة بس كويس، مش خفيفة اللي هي ورقة، خفيفة بس حلوة بصراحة، يعني خامته حلوة، مش اللي هي خفيفة قوي اللي هي زي الورقة، لا حلو مظبوط، اللي هو مش تقيل قوي اللي هو تاخد ايدك كده وينزل، لا في العدل يا جماعة. هنا كده دي طاسة الكريب، طبعا جرانيت، دي الخامة التركي مش المصري، كنت مصورة معاكم قبل كده المصري، ده التركي بقى يا بنات. يبقى مجلاية الكريب دي يا بنات عاملة من 390، ممكن تلاقيها 390، ممكن تلاقيها 400، في الحدود دي، يعني اللي مكرمك قوي هيبقى مديهالك 390، لو حد مغلاها عليكي هتبقى 400 جنيه. هنا طبعا المشابك دي زي ما انتم شايفين كده هتلاقوها في 30 جنيه، في 35 جنيه، اللي هما الاتنين كده. هنا الكوباية الجميلة دي كوباية المية او شوب المية كده او عصير، بيمشي الاتنين، دي برضو جميلة جدا، التلاتة دولت كده عاملين 35، يعني الستة على بعض عاملين 70 جنيه، الستة كده طقم كده مع بعض نص دست عامل 70 جنيه يا بنات. اللي وصل معايا لغايه هنا يا بنات حطوا اللايك، اللي وصل معايا لغايه هنا في الفيديو حطوا اللايك، ما تنسوش اللايك، وشيروا الفيديو بقى لاصحابكم، لاهلكم، لقرايبكم، لمعارفكم، شيروا بقى الفيديو عشان الناس تستفاد ان شاء الله، باذن الله باذن الله يكون في شحن محافظات، فشاركوا الفيديو مع اصحابكم بقى كده وقرايبكم عشان الكل يستفاد. هنا طبعا طقم الزبالات ده 3 في 1 حلو جدا ومطلوب مني بشده والله العظيم يا بنات، كل اللي ياخد منه حد تاني يطلب، حد تاني يطلب، فهو مطلوب بشده لان سعره حلو جدا، سعره عامل 200 جنيه، طقم الزبالات ده سعره عامل 200 جنيه يا بنات. شايفين هنا كده الكولمان ده ده 16 لتر يا بنات، ده البركه، وفي طبعا في اللي هو الفلتر بتاعه ده الصغير، ف حلو برضو جدا وحجمه حلو كده، هفتحه كده اوريكم اللون بتاعه من جوه، هو لونه من جوه احمر مش ازرق زي اللي على الصوره، هو لونه احمر بس حلو برضو. كانوا مطلوبين 2 بس ما لحقتش اصور، اللي كنت طالباه معايا كان في واحد اكبر من كده حوالي 20 لتر كمان، بس ما صورتوش بصراحة، يعني راح للزبونة قبل ما انا اصور الفيديو، في حاجات بلحق ان انا اصورها وفي حاجات والله بتروح للزبائن على طول ما بلحقش ان انا اصورها. شايفين هنا كده هوريكم يعني نبذه كده عن اللون، اللون احمر كده فابيض جميل والله، هو اللون المنتشر دايما عند معظم الناس هو الاحمر والازرق في يعني في الكولمان، انا يعني ما شفتش غير اللونين دولت بصراحه عند كل الناس، احمر وازرق. شايفين شكله، شايفين اللمعه بتاعته، شايفين الجمال بتاعه عامل ازاي. هنا طبعا السكينه الجامده دي اهي، شايفين الجمال، حلوه جدا وحاميه كده وصغننه كده وحلوه خفيفه على الايد. نسيت اقول لكم على سعر الكولمان يا بنات، ال 16 لتر عامل 360 جنيه، عامل 360 جنيه، والسكينه ديت عامله 25 جنيه، والفرشه دي برضو تقريبا عامله 25 جنيه او حاجه زي كده، عامله 25 تقريبا. وهنا بقى جينا بقى للمفيد بما ان الشتاء داخله علينا كده، الشتاء الصوت مش عارفه ماله يا جماعه، بما ان الشتاء بقى داخله علينا وتسقع بقى وكده، فلازم بقى نكون عندك مفرش القعده ده كده بتاعت التواليت للبقى، عشان عندنا اطفال بصراحه، وهي بتبقى ساقعه على الكبار وعلى الصغيرين والله العظيم، فحلوه جدا كده بتحطيها كده على القعده بتاعت التواليت. حلوه في الشتاء يا جماعه، حلوه في الشتاء عشان بتبقى مسقعه بصراحه جامد، فدي حلوه جدا بحيث لو عندك اطفال او كده، فحلوه جدا لبرد الشتاء، وانا نسيانه والله العظيم السعر بتاعها خالص. الهون ده الالمونيا، شايفين الهون وجماله، انضف حاجه في الهون يا جماعه لو هتجيبي، انا سالت عن تجربه يعني وسالت كتير، انضف حاجه في الهون لو هتجيبي هون او عروسه او ست بيت الالمونيا، الالمونيا طبعا في ايوه جرانيد والحاجات التانية كويسه، بس انضف حاجه عمليه وتعيش معاكي الالمونيا، ويلا بقى سلام.